عايزين يشتكوا ويوصلوا صوتهم، واحنا اديناهم الفرصه دي. اسمعوهم وقولوا لنا رايكم ايه. شايفه ايه؟ المدرسين. ايه اللي مضايقك فيهم؟ المدرس يعني طبعا ممنوع الضرب، لا هناك ممكن يضربك ممنوع الشرب يعني دلوقتي مثلا اللي بيشرب بيتضرب، اللي بياكل بيتضرب برضه. مثلا دلوقتي في قلب الحصه بقول له مثلا ما ينفعش اشرب بس لحد ما تكتب، يقعد يقول لك راح ضربه بالعصايه، ماسك كده روح نزل على جسمك بخرطوم. يعني عارفه لو بقول لك اللي عايز يتضرب ياخد عصايه. ايه ده الصحيح؟ يقول لك مثلا دلوقتي بصي لو عايز اضربك، لو عايز يعني عارف لما تيجي يضرب مش يقول لك افتح ايدك، لا ممكن وانت قاعده كده يضربك على جسمك على وشك انت وحظك. مدرستك حكوميه ولا خاصه؟ حكوميه، بس انا كنت في خاصه. عددكم في الفصل كام؟ 62 واحد. بس تقعدوا كام واحد في الديسك؟ 3 منهم بيغيبوا طبعا في الغياب. طيب وهناك طبعا يعني ما فيش مدرس يعني دلوقتي مثلا تضربه تصالحه، لا ده ممكن يعني مثلا دلوقتي في الطلوع انا جنبي طبعا وارد وانا طالع دلوقتي يعني مثلا كمل لي عليه وانت طالع صباع ايدي صغير هناك عادي. يعني ممكن دلوقتي عصايه جامد يعني كسروا له ورحت جبسته ساعتها. كسروا لك ليه بقى؟ ما عشان انا وواحد صاحبي كنا بنتكلم بهزار يعني ما بنضربش بعض ولا كده، لقيته راح جه مره واحده وهو بيلطش راح نزل على صباعي. وعمل لك ايه لما انت اتكسرت كده وقعدت تعيط؟ قال لك ايه؟ فضل اكنه خايف، المستر كان خايف شويه. مش هو طبعا المفروض طب الضرب وعديناه، ينفع ان حد يشتمه بوالده ووالدته؟ بتتشتم بالاب والام؟ اساليهم يقعدوا يشتموا مدرسين. يعني انت عارفه لو من بره هو انت دلوقتي بتقول التربيه والتعليم، هو في ولا في تربيه ولا في دلوقتي المدرس مش بيتربي، الولد هيتربى. بيستخدموا ايه بقى؟ كام عصايه بيستخدموا؟ عصايه، خرطوم برتقاني، خرطوم انبوبه، خرطوم انبوبه. جايبين لكم خرطوم انبوبه؟ والله العظيم. وريني كده جنبك اللي انت اتضربت بيه. ورم ليه ده يا حبيبي؟ المستر ضربنا على جنبي بالخرطوم. لا ثانيه وريها لنا. مستر عمل لك ايه؟ ضربني بخرطوم على جنب في جنبي. ولغايه دلوقتي وارم؟ بقاله قد ايه هو وارم؟ دلوقتي النهارده ورحت الحكيمه عملتها لي دهنتها لي وبس خلاص. المدرسين بقى يعملوا ايه؟ عصايه ويلفوا عليها خرطوم ويحطوا جواها عصايه. وعارفه العصيان كام؟ عصايتين. انا مره واخد قبل كده 10 عصيان على دراعي. ليه يضربوا؟ غايب. مستر بيقول لي فين الواجب؟ قلت له انا كنت غايب يا مستر. المستر بتاع الانجليزي هو اللي بيعمل معاك. رحت لك 10 عصيان على دراعي عشان الواجب. بتتمدوا؟ بنتمد ساعات لما يكون مدرس بقى في مزاجه يتمد. في مدرسين بيمدوا. انت بعد ما بتتضرب وتتشتم كده بتفهم؟ لا. بتبقى عايز تفهم؟ يعني انت جاي المدرسه بتبقى عايز تتعلم وعايز تبقى. بس هم تروح انا طبعا اللي بيروح المدرسه ده عايز يتعلم، بس هم بيكرهوك في التعليم. ما انت مدرس وتيجي تشتم عليه وتضربه؟ انت بتقول تربيه والتعليم، فين التربيه والتعليم دي؟ التلميذ منه مش تساله انت رايح فين، لا وانت ماشي تلاقي مثلا انت مش واخد بالك باصص قدامك تروح ضربك على ظهرك. انت عارفه من كتر العيال كده، من كتر العيال ما بتعمل يعني من كتر ضرب المدرسين العيال بيسيبوا الحصه وينزلوا. انا من ضمن الناس، انا النهارده نزلت حصه كنت قاعد تحت مع حصه مع مدرس الالعاب من الضرب اللي بيقعد يضربه. المستر يقعد يقول لك وانت قاعد يروح ضربك على جسمك بيها. انا مش هقول لك انا هربت ما يحصلش حاجه، لو هربت لاخر الحصه عادي، اما لو طلعت قبل اخر الحصه وانت هربان تتضرب. طب ما انا لو هطلع بعد الفسحه بشويه وانا متاخر هتضرب؟ لا طب ما اطلعش خالص. انت ساقط، انت ما اعرفش انت تشيل انا هسقطك انا مثلا كنت مثلا الناس بيهددني ان انا هسقط. ليه يا حبيبي؟ ما عشان ايه؟ بركز معاه وهو ما رضيش يديني درس، فقلت له رشح لي مدرس اخد معاه درس، فرشح لي واحد، فابا ما ادانيش اعمال سنه وانا حل صح في الامتحان، فاداني 4 في مني ترم. الدرس انتهى لم الكراريس بالدم